له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي أعد في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأبان الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نرحل جميعا ويبقى الأثر. لذلك قال سيدنا محمد: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. يرجع المال والأهل ولا يبقى إلا العمل، لا يبقى إلا العمل، ولا تبقى إلا السير. فكن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيب الأمر وسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس. الناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية: هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. الجمع الطيب الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وشكر الله مسعاكم في هذه الليلة القرآنية المباركة المنفوعة المشهودة، التي نكرم ونودع فيها رجل الواجب وجامعة الأخلاق عميد آل زايد الراحل الكريم عم الحاج حميد زايد. الله أسأل أن يجعل الليلة هي أسعد لياليه، وأن يجعله في نعيم إلى يوم نلقاه، وأن يجعل ثواب ما قرئ وما سيقرأ من آي الذكر الحكيم نورا له في قبره إلى يوم القيامة. جئنا جميعا مشاركين واجب العزاء لآل زايد الأكرمين أبناء المرحوم الحاج حميد زايد، مشاركين العزاء أيضا برجل الواجب وعلم الأدب عم الحاج السيد زايد. وعودا طيبا محمودا إلى مائدة القرآن ومع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فكان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا. معنا في هذه الليلة علمين
من أعلام دولة التلاوة الكتب القرآني الصالح فضيلة الشيخ منصور محمد رمضان، وفي ضيافته ذلكم العلم القرآني الذي نسعد تلاوته الآن فضيلة الشيخ وليد السعدني. الله أسأل أن يفتح له فتوح العارفين به. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن
الله سعيكم. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
أكبر. الله أكبر. شكر الله سعيكم. إن
شكر الله سعيكم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. حاج عم سام. وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
الله يساعدك. جاي لك مش هتعلم مضيافة فاضية. مضيافة فاضية اتفضل. الله صحيح اتفضل يا حاج. الله صحيح. الله صحيح. شكر الله صحيح. وما
الله سعيكم، شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سيدنا البينات ولا على متى محمد ربكم
ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن. اللهم اعف عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك. اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا، فشفع فيه القرآن وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها وسمعها. اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب.
وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر اللهم لنا وله. اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك. اللهم اغفر لميتنا وارفع درجته في المهديين. اللهم ارحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم ارحمها واغفر لها وانظر لنا بعين لطفك وكرمك يا رب العالمين.